السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين عاملين ايه؟ معاكم مهندس محمد هشام من قناة محمد هشام اركتكت، يا رب تكونوا بخير. في البداية يا شباب أحب أشكركم جدا على التعليقات اللي انتوا قلتوها على الفيديوهات اللي فاتت، بجد التعليقات دي بتفرحني جدا وتديني دافع إن أنا أستمر أكتر وأكتر، شكرا ليكم بجد. كان في حد كتب لي يا شباب في الفيديوهات اللي قبل كده احنا ايه فايدة الريكتانجل لايت والدوم لايت والسبوت لايت والدوم لايت وبنستخدمهم ليه وعشان ايه. طيب النهارده يا شباب احنا هنشرح اللايت اللي عندي في البرنامج وهنشرح الاضاءة ونستخدمها ازاي ونظبط الاعدادات بتاعتها ازاي. اول حاجة يا شباب انا هروح اجيب غرفة كاد انا كنت عاملها قبل كده وهعمل لها امبورت عندي في الملف، فهدور عليها وهعمل لها امبورت. اختار ملف الكاد وهدوس امبورت، هدوس كلوز. بس قبل ما ابدا واحط في الاضاءه هرفع بس الكتل بتاعه الاوضه واظبطها وارجع لكم تاني. بعد ما رفعنا كتله للاوضه مبدئيا، المفروض هنا ده باب دخول الغرفه، احنا دلوقتي هنسده عشان احنا مش محتاجين نعمل الباب دلوقتي. اللي احنا عايزين نعمله، اللي احنا عايزين نعمل فتحة الشباك بتاعتي، وهنجرب الإضاءة وهنعرف إضاءة الشمس والإضاءة الصناعية اللي احنا بنعملها من الريكتانجل أو الدوم أو اللايت، وإزاي إن أنا أستخدم الدوم لايت وأحط فيها ملف الهيدرا بتاعي. ابتدي إن أنا آخد السين بتاعي زي ما احنا قلنا، فهنروح نجيب الكاميرا بوزيشن، مثلا هنقول اللي احنا هنقف هنا وهنبص كده، هننزل تحت شوية، تمام، ونعمل اد سين من علامة البلس هنا. ابتدي اقفل السقف بتاعي عشان ما يخشليش اضاءة من فوق، واروح للسين بتاعي تاني. تمام يا شباب، هنبتدي دلوقتي نعرف الاضاءات بتاعتنا. فمثلا الريكتانجل لايت، اول حاجة في الريكتانجل لايت هي من اسمها ان انا بعمل لايت، بعمل سطح لللايت بتاعي. بمعنى ان انا مثلا ممكن ما اكونش عايز اضاءة الشمس هي اللي تخش لي من الشباك، وعايز ان انا اعمل ريكتانجل لايت اقدر ان انا اتحكم فيها اكتر، فممكن اعمل ريكتانجل لايت بحجم فتحة الشباك بتاعي. طيب ده بالنسبة للريكتانجل لايت. طيب تعالوا كده من غير ريكتانجل ومن غير اي اضاءة هنحطها، هنجرب رندرة تيست بسيط بس على شكل الاضاءة في الغرفة بيبقى عامل ازاي. فمثلا لو رحت للفي ورحت عند الشمس، طبعا مصدر الإضاءة الوحيد دلوقتي عندي هيبقى في الأوضة دي دلوقتي هو الشمس. بيقول لي إن الشمس دلوقتي إن قوة الإضاءة بتاعتها هي 1. تمام، فأنا من غير ما هلعب في الإعدادات، من غير ما أعمل أي حاجة، أنا هجرب إن أنا أعمل ريندر وأشوف شكل الغرفة من جوه على 1 هيبقى عامل إزاي. بس مبدئيا هنشوف بس اللي احنا محتاجين اللي هي درافت عشان وقت الريندر ما يطولش. وهعمل بس أدي كام حيطة هنا ماتيريال، لان زي ما انتوا عارفين يا شباب الماتيريال بتفرق معايا في الاضاءة، بتفرق معايا في الاحساس بتاع الغرفة لما الاضاءة تيجي عليها. فهندي مثلا لون ابيض، وندي الارضية خشب مثلا. طيب دلوقتي مفيش اي اضاءة خالص. طيب احنا عايزين نعرف ليه. هو سبب من سببين، يا اما قوة الشمس بتاعتي مش كفاية فهحتاج اعليها، يا اما الشباك اللي انا مختاره او اللي انا حملته من ال 3D Warehouse الازاز بتاعه ما فيهوش ان هو يدخل الاضاءة للغرفة. فمثلا تعالوا نجرب ان احنا نعلي الاضاءة بتاعت الشمس، خليها مثلا 10 ونرندر. نفس الكلام يا شباب، برضو مفيش اضاءة، ولو ركزنا هو في اضاءة جاية من فوق هنا
ده يدل ان الازاز بتاع الشباك بتاعي هو اللي فيه مشكلة. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين بعد ما اديت الازاز بتاعي الماتيريال الازاز ده، لما جيت ارندر ده اللي طلع لي، لقينا ان الغرفة دخلها إضاءة شمس ومنورة من الصن بتاعتي وكل حاجة مظبوطة. طيب ده كده دي إضاءة الشمس. طيب لو أنا عايز أستغنى عن إضاءة الشمس خالص وعايز إن أنا أستخدم إضاءة صناعية، أنا هعملها جوه، مع إني طبعا ما بنصحش بده، ولكن مثلا تعالى نجرب. لو جيت جنب الشمس هنا ودوست كليك شمال كده الشمس معايا اتقفلت. لما هروح ارندر زي ما انتم شايفين يا شباب، بعد ما قفلت الشمس جيت ارندر مفيش اضاءة خالص عندي، مفيش اي اضاءة ولا اي مصدر اضاءة غير اللي موجود في السماء، ومصدر اضاءة ضعيف جدا. دلوقتي يا شباب احنا عايزين نجرب الريكتانجل لايت والدوم لايت والسبوت لايت. من اساميهم من اساميهم يا شباب، ريكتانجل لايت ده عبارة عن ريكتانجل اللي انا اقدر استخدمه واعمل اي مساحة كبيرة عبارة عن لايت. بمعنى مثلا لو انا عايز مش عايز الشمس هي اللي تدخل لي الاضاءة بتاعتي، عايز ان انا اعمل اضاءة طبيعية، قصدي اضاءة صناعية وانا اللي اتحكم فيها، فاقدر ان انا اعمل ريكتانجل لايت على قد مساحة الشباك بتاعي زي ما انتم شايفين كده يا شباب. تعالوا نقرب، والسهم بتاعه باصص لجوه. طيب معناها ايه يا شباب ان السهم ده كده باصص لجوه؟ معناها ان مصدر الاضاءة السهم ده ضارب في وشي، معناها ان النور هيضرب في وشي كده. تمام. طيب كل ما حرك سهم الإضاءة وكل ما كان اتجاه سهم الإضاءة في اتجاه معين، يبقى الإضاءة هتتوجه للاتجاه ده. زي ما انتم شايفين يا شباب، دي طبعا الإضاءة المفروض بتاعتي. طيب تعالوا هنعمل حاجة كده هتظبط لي الشكل بتاعي. أنا كده طبعا إن الإضاءة مغطية على الشباك بتاعي، أنا مش شايف أي حاجة خالص، وطبعا ما ينفعش أسيب الوضع كده. طيب إيه اللي المفروض نعمله؟ بنبتدي نروح للخواص بتاعة الريكتانجل لايت بتاعنا أهو، بس اسمه ريكتانجل لايت. طيب ابتدي ان انا اعمل الاوبشن واشوف عندي الاوبشن بتاعتي ايه. هنلاقي ان انا عندي اول حاجه دي اول مربع اعمل عليها كليك، بحيث ان انا اقفل ان هو يبقى ظاهر معايا في الريندر. فمثلا تعالى نروح نرندر كده تاني ونشوف الوضع اختلف ولا لا. زي ما انتم شايفين يا شباب، الشباك عندي بقى واضح والريكتانجل لايت بتاعي اختفى خالص، وكده بقى الوضع احسن من ما كان ظاهر معايا. طيب هو بيقول لي ان الريكتانجل لايت بتاعي ده ان هو دلوقتي قوته 30. انا طبعا زي ما انت عايز في البروجكت بتاعك ممكن تكبره وممكن تقلله على حسب ما انت عايز. طيب اغير اللون بتاعه ازاي؟ هتلاقي جنب القوة بتاعته في مربع واخد اللون ده لونه ابيض. هو طبعا الاضاءة بتاعتي دلوقتي لونها ابيض. طيب لو انا جيت خليتها احمر، تمام، وجيت ارندر، هلاقي ان الاوضه بقى اللون كله احمر، او كل الاضاءه اللي موجوده عندي بقى لونها احمر. نيجي لتاني حاجه بعديها وهي السفير لايت. السفير لايت ده يا شباب هو بيبقى عباره من اسمه سفير، عباره عن كوره، او عباره عن مثلا لو انا عندي سبوت او عندي اباجوره عايز اديها ان هي تبقى متنور، فلو جيت دوست مثلا كليك يمين هنا هلاقي ان هو بيكبر ويصغر معايا كل ما بزود. طيب هو السفير لايت ده اللي انا بدوس كده كليك ممكن احطه في قلب سبوت لايت، يعني ممكن احطه مثلا في قلب اباجوره زي ما قلت لكم. فمثلا لو جينا نرندر كده ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي، هنلاقيه ان هو حاجه منوره كده بالظبط. طيب طبعا ممكن اخش تاني على القائمة بتاعتي وان انا الاقي اسمه سفير لايت، اقدر العب فيه القوة بتاعته واللون، وفي نفس الوقت برضو اعرف ان انا اخفيه. نيجي يا شباب لتالت حاجة وهي السبوت لايت. السبوت لايت دي من اسمها، لو انا عندي في الديزاين بتاعي من جوه عندي مثلا سبوتات، فالسبوتات طبيعي ان هي بتبقى عليها اضاءة متوجهة، فببتدي ان انا استخدم، نرجع تاني ثانية، فابتدي ان انا استخدم السبوت لايت عندي في السبوتات دي. فمثلا اول ما ادوس كليك واحطها هنلاقي ان هي بقى عامل زي شعاع كده، والاتجاه بتاعه اقدر ان انا اتحكم فيه زي ما انا عايز. من الاوامر بتاعتي ممكن اخليه يدي الشعاع بتاعه يبقى جاي لفوق. ثانية بس نحركه نطلعه بره الحيطة كده شوية، هنلاقي عندي ان اتجاه الإضاءة لفوق. فلو جيت رجعت مثلا
ورحت للريندر رندرت، هلاقي زي ما انتم شايفين يا شباب الشعاع بتاعه باين في الحيطة هنا اهو. وطبعا اقدر ان انا اتحكم فيه واقلل الاضاءة واغير اللون زي ما انا عايز. تمام يا شباب، نيجي بعد كده للدوم لايت. الدوم لايت يا شباب باختصار ان انا ممكن استخدمها تبقى عندي منورالي الأوضة كلها، او ان انا استخدمها وانا بستخدمها برضو بالطريقة دي ان انا استخدمها واحط فيها الهيدرا، ملف الهيدرا بتاعي. فتعالوا مثلا ان احنا هنحط مثلا الدوم بتاعتنا هنا، وهنفتح السيتنج بتاعتنا وهنروح للدوم لايت. فهاجي عند الدوم لايت هلاقيها طبعا انا اقدر برضه اتحكم في القوة بتاعتها ولون الاضاءة بتاعها. فهاجي مثلا هنا تكتشر وهختار، بعد تكتشر هختار علامة الفولدر ده واروح اجيب ملف هيدرا ليا انا عايزه. فمثلا يا شباب ملفات زي ملفات الهيدرا دي هختارها وهعمل لها امبورت عندي، وهرجع تاني. وقبل ما اعمل قبل ما اقفل يعني اخليها سفير، بدل اول واحدة اخليها سفير بحيث ان هي تبقى واخدالي نفس الشكل كده في الصورة هنا يا شباب. وهقول له اوكي، هروح قافل وهروح ارندر تاني. زي ما انتم شايفين يا شباب بقى عندي ملف الهيدرا بتاعي موجود ورا. في يعني احنا لو شايفين من الازاز بتاعنا هنلاقي ان في ورا في مدي احساس بان هو صورة طبيعية، في جناين في عماير، فبتدي احساس بالواقعية اكتر. طبعا انا ممكن اتحكم في شدة الاضاءة بتاعتها، يعني احنا لو شايفينها كده فهي كده واطية، فاحنا ممكن نروح مثلا للسيتنج بتاعتنا، نروح على الدوم لايت ونختار ان شدة الاضاءة هتبقى 50 مثلا، وندوس انتر ونرندر نشوف الوضع اختلف ولا لا. زي ما انتم شايفين يا شباب بقت الوضع احسن، بقت الاضاءة باينالي وملف الهيدرا بتاعي باين. في نفس الوقت كل التجارب اللي احنا ظبطناها بتاعت اللايت اللي عندي الريكتانجل او الدوم او السبوت لايت موجودة عندي ومظبوطة. تمام يا شباب، ده اللي كان عندنا النهاردة. ده كان فيديو سريع ومبسط على رد كومنت كان جالي ان احنا عايزين نفهم بس الريكتانجل لايت والسبوت لايت والدوم لايت وبنستخدمها ازاي وازاي نظبط الاعدادات بتاعتها. اللايت بعد كده في مرحلة الريندر بيتظبط اكتر من كده ويبقى فيه اعدادات مخصوصة ليه، ولكن الفيديو ده انا بس بشرح ازاي اللايت بقدر استخدمه واقدر اظبطه في الاول كبداية بس، واللي احنا نفهمه ازاي بيتطبق وازاي اقدر استخدمه. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية كتير. احنا كده يا شباب قربنا نخلص كورس السكتش اب وشرحنا الاجزاء اللي فيه، باقي بس ان احنا نفهم ازاي بستخدم البلجنز وازاي ان انا بدخلها في البرنامج عشان تسهل لي شغلي وتساعدني في ان انا انجز اكتر في الوقت. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم في فيديو